النهارده هنتكلم عن 10 مسلسلات من اوحش المسلسلات اللي انا شفتهم في حياتي، والحلقه دي من غير مقدمات عشان انا بتخنق من المقدمات. تمام، فاحنا بعد كده هنعمل الحلقات هنا على القناه من غير مقدمات طويله وبتاع. يلا بينا نبدا حلقه النهارده. اول مسلسل معانا في قائمه اسوأ 10 مسلسلات النهارده هو مسلسل الطبال اللي كان من بطوله امير كرارة. المسلسل ده هو من انتاج سنه 2016. طبعا امير كرارة قبل مسلسل الطبال كان عامل نجاحات كويسه جدا، كان عامل مثلا مسلسل زي طرف ثالث ومسلسل تحت الارض ومسلسل حواري بوخارست اللي حقق نجاح كبير جدا في سنه 2015، السنه اللي قبل السنه اللي اتعرض فيها مسلسل الطبال. مسلسل الطبال ما كانش مسلسل كويس من ناحيه التنفيذ او من ناحيه التمثيل او من ناحيه الكتابه حتى، ويمكن بعديها بسنه على طول امير كرارة عمل مسلسل كلبش. مسلسل كلبش ده هو اللي خلى امير كرارة فيما بعد يبقى نجم شباك. وتاني مسلسل معانا هو مسلسل المشوار من بطوله محمد رمضان. مسلسل المشوار اللي كان في سنه 2022 يمكن من الحاجات اللي ادت لعدم نجاح مسلسل المشوار هو الحوار الممل وتباطؤ الاحداث. يعني وانا بتفرج كده حاسس ان انا بتفرج على سلحفه ماشيه مثلا، احداث بطيئه جدا وممله ومط ملوش اي 30 لازمه في المسلسل ده. يمكن المسلسل ده لو اتلم في عدد حلقات اقل من 30 حلقه كان هيبقى مسلسل كويس وانا كنت هقدر اتفرج عليه واستمتع بيه، لكن المسلسل بصراحه لما طول بقى مسلسل ممل جدا في احداثه. المسلسل الثالث معانا هو مسلسل طعم الحياه، المسلسل اللي من بطوله سامو زين وعلا غانم. انا هنا سيد الكل وكل الناس دي عبيد عندي حتى سالي. انا ما عنديش مشكله ان سامو زين اللي بيغني اغنيه هنتقابل مع الايام وفارس احلامك ان هو يمثل عادي يمثل، بس ان هو بقى يعمل دور بلطجي بالشكل اللي هو عمله بيه دي حاجه بصراحه انا مش هستحملها. طبعا المسلسل ده لما اتعرض السوشيال ميديا مسكت المسلسل ده غسلته كده يعني من السخريه والنكت اللي اتقالت عليه، والمسلسل فعلا كان سيء جدا ومن اسوأ مسلسلات الدراما المصريه على الاطلاق. المسلسل اللي بعديه هو مسلسل طائر الحب، المسلسل اللي رومانسي بس قلب على كوميدي في الاخر. طيب ما تزعلش. طيب عايز تشوفني فين؟ خلاص بعد 10 دقايق هنكون مع بعض في جنتنا. بحبك. باي باي باي. يعني انا مش عارف ازاي كمال ابو ريا وفيفي عبده يبقى في بينهم رومانسيه، يعني انا عايز حد يقنعني دلوقتي، انا مش مقتنع. اتفرج عليه وقولي لي رايك. الله يجنن يهوس. كتابة المسلسل ده كانت وحشة، اخراج المسلسل ده كان وحش، الاداء التمثيلي كان مبالغ فيه زيادة عن اللزوم، اللي هو تحس انت عايز ترجع كده من العلاقة اللي قدامك. ولكن فيفي عبده ليها مسلسلات تانية كتير حلوة قدرت تحقق نجاح قبل كده، ده مش هننكره طبعا. بس مسلسل طائر الحب ده بقى هو النقطة السوداء في تاريخ فيفي عبده كله. المسلسل اللي بعديه هو مسلسل اكسلانس من بطولة محمد سعد، المسلسل اللي اتعمل في رمضان اللي فات ده على طول، يعني مسلسل لسه كده سخن. اكيد محمد سعد هو من اهم نجوم الكوميديا في مصر في اخر 20 سنة، دي حاجة احنا مش هنختلف عليها. وبالمناسبه كنا عاملين حلقه جامده جدا لمحمد سعد هنا على القناه، هبقى اسيبها لكم في الديسكربشن تحت عشان تبصوا عليها بصه كده وتتفرجوا، حلقه جامده يعني هتعجبكم. مع كل الحلقات هنا جامده والله يا جماعه. ما تنسوش تعملوا لنا لايك يعني لو وصلتوا لحد هنا في الفيديو، يعني عشان لايك ده حلو يعني بيخلينا كده نتحفز. مسلسلات محمد سعد مش بقوه افلام محمد سعد، يعني محمد سعد متفوق اكتر في الافلام وبيعرف يعمل الافلام بشكل كويس جدا، دي مفيش اختلاف عليه. هو في المسلسلات مش كويس. ومسلسل اكسلانس الاخير او الحاج اكسلانس هو كان مسلسل سيء جدا وما كانش كويس. يمكن اكتر مسلسل كويس عمله محمد سعد من ساعه ما بدا يعمل مسلسلات هو مسلسل فيفا قطاطا، بس مسلسل اكسلانس يعتبر من اسوأ اعمال محمد سعد عموما. افيهات المسلسل ده افيهات تحس كده ان انت طب ايه، انا يعني المفروض اضحك على الافيه ده ولا المفروض انا اعمل ايه دلوقتي، يعني مش فاهم. الحقيقه ان ورق المسلسل ده ما كانش مكتوب كويس اساسا، ومحمد سعد لازم يركز ان هو يختار ورق كويس يشتغل عليه في الفتره اللي جايه ديت، وخصوصا لو بعد عن الكوميديا شويه الفتره الجايه دي وجرب يعمل حاجه تراجيديه ممكن تكون حلوه معاه وتجيب، لانه عمل فيلم الكنز قبل كده والفيلم ده حقق نجاح كبير. خلينا نروح للمسلسل اللي بعد كده. المسلسل اللي بعد كده هو مسلسل رجاله البيت من بطوله احمد فهمي واكرم حسني. احمد فهمي واكرم حسني بالتاكيد هم من اهم نجوم الكوميديا في الفتره الاخيره دي ما فيهاش نقاش وما فيهاش كلام. هم عملوا مسلسلات وافلام كوميديا
كوميديه حلوه جدا، وهما الاثنين عندهم موهبه عاليه جدا ان هما يضحكوك، وقدموا مع بعض هما الاثنين مسلسل ريح المدام، وقدر المسلسل ده ان هو يحقق نجاح جماهيري كبير جدا، والمسلسل بصراحه مفضل بالنسبه لي بشكل كبير، انا بحب اتفرج على المسلسل ده. لكن بقى مسلسل رجاله البيت كان مسلسل وحش جدا. ليه؟ لان المسلسل ده كان فيه استسهال واضح في كل حاجه. يعني مثلا هتلاقي استسهال في تنفيذ المسلسل ده، واستسهال في ان هم يجيبوا افيهات تضحك بجد، مفيش اي حاجه من ديت خالص حصلت في المسلسل. وده كان منتظر ان هو يكون مسلسل جامد جدا، لانه بيعتبر تاني مسلسل يعملوه مع بعض بعد مسلسل ريح المدام. ولكن اللي حصل ان المسلسل طلع سيء جدا، وكمان ده مش باعتراف انا لوحدي، ده باعتراف اكرم حسني واحمد فهمي ذات نفسه. والمسلسل اللي بعد كده هو مسلسل نسل الاغراب، المسلسل اللي من بطولة احمد السقا وامير قرار. الحاجات بقى اللي ادت ان المسلسل ده يكون وحش هو الافوره، بس هي دي الكلمه اللي تختصر كل حاجه. الافوره بقى في ديكور المسلسل، الافوره في السكريبت ذات نفسه، مكتوب اوفر قوي، في حاجات بتحصل اصلا في المسلسل انا ما كنتش فاهمها ساعتها، ولكن هي حاجه غريبه على التلفزيون المصري. من وجهه نظر انا السقا قدم افضل اداء تمثيلي في المسلسل كله، بالرغم من ان كان في بعض الافوره في الدور، وده بسبب السكريبت اللي ما خدمهوش ان هو يعمل الدور بشكل افضل من كده، مش اكتر ولا اقل. امير قرارة برضو قدم دور جديد عليه وقدمه بشكل كويس كل حاجه، ولكن برضو الافوره اللي موجوده في السكريبت هي اللي ما خدمتهوش ان هو يعمل الدور بشكل افضل من كده. المسلسل اللي بعديه معانا النهارده هو مسلسل رانيا وسكينة. المسلسل ده من بطولة روبي ومي عوض، وكان من المفروض ان المسلسل ده يكون مسلسل كوميدي، بس للاسف المسلسل ما كانش فيه اي كوميدي، وكمان المسلسل ما حققش نجاح لما اتعرض. والمسلسل اللي بعد كده معانا النهارده هو مسلسل الظاهر من بطولة محمد فؤاد. محمد فؤاد هو ليه اعمال فنية كتير جدا قدرت ان هي تحقق نجاح عند الجمهور، وكان ليه مسلسل حلو جدا بيتعرض برضه كان اسمه اغلى من حياتي، كان قصة المسلسل كانت لطيفة يعني وحلو. اما مسلسل الظاهر بقى ما كانش مسلسل حلو، كان مسلسل سيء جدا، سواء حوار بقى او اخراج او حتى تمثيل. المسلسل الاخير معانا النهارده هو مسلسل فرصة تانية من بطولة ياسمين صبري. المسلسل اللي انا شايف برضو ان هو كان يتلم في اقل من 30 حلقه بكتير جدا، مط ملوش اي لازمه خلال ال 30 حلقه بتوع المسلسل ده، ما شفتش كده بصراحه في حياتي. كمان قصه المسلسل ذات نفسها ان هي قايم عليها 30 حلقه كانت قصه متواضعه. انا هسيب لك انت تتخيل، دول كانوا اسوأ 10 مسلسلات في الدراما المصريه. اكتب لنا انت تحت في الكومنتات بقى ايه هي اسوأ مسلسلات انت شفتها من وجهه نظرك، عايزين نتناقش في الكومنتات في الحته دي. ولو وصلت لحد هنا في الفيديو انا بقول لك شكرا جدا، ما تنساش تعمل لنا لايك للفيديو ده، سبسكرايب للقناه، وتفعل جرس التنبيهات عشان يجيلك كل جديد، واشوفكم في حلقه جديده، وسلام.